ايوه. أنا هقف على 3 نقاط، نقطة نقطة نتكلم فيها. اتفضل فندم. الأول هو الحل. مظبوط. ما هو، ألا تعتقد أن الحلول التي قدمت حتى الآن لهذه، أنا مش هتكلم عن التنفيذ والخطوات، أنا بتكلم بس في البداية، النقطة الأولى حضرتك اتكلمت، النقطة الأولى هي الحل. هل تعتقد أن الحلول التي قدمت من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو من قبل إدارات الدولة المختلفة، أو من قبل رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير طنطاوي شخصيا، هل بتعتقد أن ما طرح في هذا الإطار بيعد أساس جيد وحل لتلك المشكلة الآنية؟ هو طبعا أنا في البداية بحيي السيد المشير حسين طنطاوي على استجابته وعلى أمره بالحل. هذا أمر نذكره للرجل ونشكره جزيل الشكر، هو والمجلس العسكري كله. وأنا الحقيقة بصفة عامة يعني بأشفق على المجلس العسكري وعلى الجيش اللي مطالب بأنه يعمل حاجات كتير قوي 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 قوي، فوسط هذه المشغوليات حتى رغيف العيش وحراسة البلد وما إلى ذلك يهتم بهذا الموضوع. كل هذا الاهتمام له كل الشكر والامتنان. جيد أن يكون هناك قرار، وجيد أن يكون هناك خطوات عملية للقرار، بمعنى أن ناس من الجيش تروح وأولاد الكنيسة يستلموا الأرض. كل هذا أمر جيد، لا شك في هذا أبدا يعني. ومرة أخرى ومرة عاشرة أكرر الشكر باسم الجميع. ولكن هناك نقطة الإعلام يظهرها ولا يعالجها، بمعنى في زيارات رجال الدين الإسلامي، ولهم مني كل الشكر أيضا والتقدير، بذلوا جهدا كبيرا، لكن أحدهم قال أننا لم نصل إلى نتيجة نهائية، وهذا مربط الفرس. إذن الموضوع معلق. هنا هضع حاجة، لا، أمر أمام بس أنا أمر. لسه ما كملتش. اتفضل. يعني أنا اتفضل. بس اتفضل. أكمل الصورة. اتفضل. ولك التعليق. أكيد. لما الكل يشعر أن هناك لا زال فرصة للحوار ومن الممكن الرجوع فيما بدأنا فيه، قد نوافق وقد لا نوافق، قد نقنع أو لا نقنع. ولها سابقة أن السيد محافظ حلوان وافق على نقل الكنيسة إلى خارج البلدة، وهذا قرار مسؤول، أكبر مسؤول في المحافظة. حضرتك لما تحط أي إنسان في هذه الصورة يقول لك إذن الموضوع ليس مؤكدا. هناك الصورة مش مكتملة، تحب أكملها بعد إذنك عشان تكون واضحة؟ حاضر، بس أقول فضل. اللي عندي الأول. تفضل. هذه الصورة غير المكتملة تحتمل أن نستمر ونكمل أو لا نستمر ولا نكمل. ووضع يد أولادنا على الأرض ممكن أن تنزع في أي لحظة إذا كانت الكنيسة نفسها هدمت. أنا بكلم حضرتك على تفكير العامة. أنا عايز أرد على حضرتك برضه نقطة بنقطة عشان نقدر نعملها. طبعا لك حق الرد طبعا. اتفضل. وأنا لي حق التعقيب على أكيد الرد. فالمسألة دخلت في حيز الشكوك. الملابسات كلها مش مؤكدة. طبعا كلام السيد المشير على راسي من فوق، وأنا بعتبره الرجل لم يعد بشيء إلا ونفذه، ولكن الملابسات المحيطة في الإجراءات أعطت إحساسا بأنه ممكن الرجوع في الأمر. طيب. أنا خلصت، حضرتك اتفضل. لم نصل إلى نتيجة نهائية. أنا أعتقد أن هو التعبير الأدق أنه لم نتمكن من مسألة الإقناع. أنت تعلم بأن المكان نفسه في حالة من حالات، أنا هسميها احتقان، حتى لو نيافتك لم تتفق على هذه المسألة. ولكن هناك قرار، هذا القرار من الجهة التي تدير هذه البلاد، وقرار من رأس هذه الجهة التي تدير البلاد وهو المشير حسين طنطاوي، وكان واضحا لا لبس فيه إعادة البناء في ذات المكان. رجال الدين الإسلامي أو من ذهب إلى أطفيح اليوم وبالأمس يدخل في إدارة حوار مع
بعض أهل القرية وهذا ضروري، وبعض الشباب. ضروري ومطلوب. ما ذكروه أنهم لم نصل إلى نتيجة نهائية في الحوار مع الآخر، ولكن هنا السؤال: هل لديكم ثقة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه قادر على تنفيذ ما التزم به، حتى لو كانت هناك بعض وجهات النظر المعترضة، والتي هنا الهدف من الحوار أن نصل إلى فكرة الوصول إلى اقتناع وليس لا أظن هناك التباس في المسألة، أن هناك في حوار للإقناع لتنفيذ قرار اتخذ من أعلى مؤسسة في البلد اليوم. حضرتك تسأل من؟ أنا بسألك. القادة أم رجل الشارع؟ هنا سؤالي الثاني: عندما تكون لديكم أنتم القادة هذه القناعة وتلك الثقة في المؤسسة العسكرية، ألا تعتقد أنه هناك دور ما للوصول تلك القناعة أو الإقناع القاعدة بأن لدينا ثقة في هذه المسألة؟ نقل الفكرة ممكن، لكن أظن الإقناع كمان. نقل الثقة مش ممكنة. الخبرة، وحضرتك تعلم الخبرة التي مر بها الأقباط طوال عشرات السنين، كانت هناك وعود ولم تنفذ، وكانت هناك قرارات ولم تنفذ. وسامحني على صراحتي، أنا معايا رخصة لمكان ومش عارف أبنيه من 6 سنوات. هذه الخبرة كانت في ظل ظرف مختلف. أنا متفق. هذا الظرف تغير بأيدي المصريين جميعا، أقباطا ومسلمين. عندما يتغير الظرف، أظن ويظن كثيرون معي، قد تقتنع أن يفتك معي في ده، فإن في هذا الظرف الجديد ينبغي أن يكون هناك اختبار للثقة، وليس ضغط من أجل الوصول لتفعيل هذه الثقة. هل تتفق مع هذا الطرح؟ طبعا أنا متفق مع حضرتك. لنا الثقة لأننا لنا فكر القادة ولنا فكر الفحص، ولكن رجل الشارع ليس كذلك. ولذلك أنا بقول إن الإعلام نقل صورة ولم يكملها. إيه استكمالها؟ أنا لا أعيب أبدا على المجلس العسكري ولا على رجل الشارع، ولكن الإعلام الذي أعلن أنهم لم يتوصلوا إلى قرار ولم ينتهوا بعد من الحوار، لا قرار ولا حوار استكمل، كان لابد أن يحدث شيئا يكمل الحلقة المفقودة. صحيح الناس لقوا في وقت فضيت الأرض والناس انصرفوا بعد جمهرة. ماذا حدث؟ لم يعلن أحد شيئا. وهل ده انصراف مؤقت ولا دائم؟ هنا لما في التقرير اللي شفناه الآن حالا، الزميل وقف أمام الكنيسة وهي خالية. السؤال هو: هذه الكنيسة منذ امبارح لم يكن هناك إمكانية للوصول إليها. عندما يتم الوصول إلى أن هذه الكنيسة قائمة بقوائمها مع ما حدث فيها من إتلاف وتدمير يرفضه الجميع، وعندما نجد أن هناك شكل من أشكال السيطرة الواضحة على هذا المكان، يظل السؤال: أليس هذا يعد شكل من أشكال التنفيذ والتمكن من تنفيذ قرار؟ هذه النقطة بالنسبة لي كافي، لكن بالنسبة للمتظاهر في رأيه مش كافي. ألا تعتقد بأن فكرة الدفع المتبادل بهذا الشكل، أن أنا أنتظر حتى يتم تحقيق ما أريده كاملا، ألا تعتقد أن دي مسألة أيضا يمكن أن تؤدي إلى شكل من أشكال التعقيد الذي نحن بغنى عنه جميعا؟ حضرتك مش ملاحظ أن ده كان منطق من كانوا في ميدان التحرير؟ بمعنى أنه قال لك لن نغادر الميدان إلى أن نرى كذا. مش ده حصل؟ هذه سمة في رجل الشارع المصري بعد فقدان ثقة فترة طويلة. سيدي تمكن. لا تلوم الأقباط سيدي يا عزيز. أنا لا ألوم، لا أنا أحاول أن أصل إلى انتهى المصريون إلى أن حققوا ما هدفوا إليه، المصريون جميعا أقباطا ومسلمين. سؤال هنا: وأنتم الذين بنيتم هذا الشكل الجديد وأنتم الذين صنعتم هذه الثورة، أشكرك. أبناء هذه الثورة ألا ينبغي أن يعطوا لها فرصة
مساحة للتنفس، مساحة للتأكيد الثقة، مساحة لكي يكون هناك إمكانية لدينا. هذه أزمة، هذه هي أول أزمة تحدث في الملف الطائفي في مصر بعد ثورة 25 يناير. ملف الأقباط. في ملف الأقباط. ألا تعتقد أن هذه المسألة تحتاج إلى، ينبغي أن نختبر هذه المسألة؟ أنا كمواطن أختبر النظام الجديد، أنا كمواطن أختبر إلى أين تذهب المسألة. هل هذه اللغة، ليس بهذا التعقيد ولكن هذه اللغة البسيطة، إذا ما تحدثتم أنتم الذين تفهمون هذه اللغة مع رجل الشارع، مع البسطاء، مع الغاضبين ولهم حق في هذا الغضب، أن تقودهم إلى تلك النتيجة التي نصل بها إلى التهدئة، هل أنت مع مفهوم التهدئة نيافة الأنبا؟ طبعا طبعا. فضل. أنا قبل ما أطلع هنا تقابلت مع كثيرين من الواقفين هنا، وطبعا لأني معروف لديهم فكلهم جم وسلموا، ففي أحاديث جانبية تكلمت معهم وفي ود شديد كأب مع أولاده. هم غير مقتنعين بالوقفة فترة طويلة، ونفسهم أن تنتهي المسألة بس بطريقة ضامنة. قلت لهم ما سبيرو موجود، لو ما حصلش نيجي، مش هنغير عنوان، هيفضل المكان. لكن قناعتهم الداخلية أنهم خرجوا من أجل أمر، وهذا الأمر تم تطبيقه بشكل أو بآخر بدرجة ملحوظة، بصورة ولكن إعلاميا غير كاملة. سامحني، أنا مركز على النقطة دي قوي، لأن أحيانا إحنا نسأل في أمر نتيجته مش إحنا المسؤولين عنها، لكن جهة أخرى. أنا على فكرة أنا لا أقف موقف من أسأل عن أمر أو أحاول أن أشير بإصبع الاتهام، لأن عندما أشير بإصبع الاتهام فهناك 3 أصابع أخرى تشير الناحية الأخرى، فدي نقطة أساسية. لكن أنا هنا بحاول أن نصل إلى مفهوم لبناء ثقة. الأزمة، النقطة الثالثة التي تتحدث عنها نيافة الأنبا، هي بناء الثقة، أو الثقة التي هي غائبة طوال السنوات الماضية، العقود الماضية كلها. لماذا لا تقومون أنتم بالتخاطب مع أبنائكم من الأقباط لإعطاء الفسحة من الوقت للتأكد وللتأكيد في مسألة الثقة هذه، من الثقة في القدرة على تنفيذ القرارات التي تم الوصول إليها؟ لماذا لا تقومون أنتم بهذه المسألة؟ من قال أننا لا نقوم؟ ده احنا طوال هذا الأسبوع لم نكف مطلقا عن اتصالات وحوارات ولقاءات مع بعض القساوسة ومع بعض الشمامسة ومع بعض الأطراف. التليفون لم يتوقف، والمقابلات كثيرة جدا جدا. كلنا ككنيسة نعمل في هذا الأمر، لأنه زي خراج في الجسم، احنا نفسنا أنه يتعافى ويشفى، لا شك في هذا. طب نيافة الأنبا، هل أنت فيما يتعلق بالحل، بالقرارات، بالخطوات التي اتخذت حتى الآن على الأرض في ظل الظروف العامة التي أكيد أنت تعلمها، هل أنت تعتقد أن هذه الخطوات هي خطوات جادة وحقيقية ويمكن البناء عليها؟ أنا أتفق مع حضرتك في هذا الأمر، وأشعر أن هناك جدية حقيقية في هذا الأمر لم نراها من قبل. تاني، جدية حقيقية لم نراها من قبل. طبعا أنا واثق من هذا، وأنا بقول بملء الفم، وأنا عندي الشجاعة أن أنا أقول هذا الكلام يعني أمام الجميع. ولكن معذرة، رجل الشارع لم تصل إليه الثقة الكاملة بعد، ورجائي أن لما نعرض حاجة نعرض تكملتها علشان الأمور تكتمل